North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. I'm 26 years old. أنا أبلغ من العمر 26 عاماً وهربت من كوريا الشمالية عندما كنت في 13 من العمر وأتيت إلى كوريا الجنوبية عندما بلغت 15. And I arrived in South Korea when I was 15. Actually, the famine that was happening in North Korea, the worst period is actually 1995 to 1998. المجاعة التي حدثت في كوريا الشمالية في الفترة ما بين 1995 و 1992 كانت هي الفترة الأكثر سوءاً على البلاد، وقد حدثت في الفترة التي كنت فيها طفلة صغيرة، ولذلك فقد كنت أرى جثثاً ملقاة في الشوارع وفي كل مكان، وكان هذا الأمر مثل الروتين اليومي بالنسبة إلي، ولم أتخيل أبداً وقتها أن هذا ليس بأمر طبيعي، مثل رؤية الأطفال وهم يموتون من الجوع أو يتسولون من أجل الطعام. وقد مات الكثير من الناس في تلك الفترة. أنا متأكدة أن الجميع قد رأى ذلك في نشرات الأخبار، ولكنني كنت أرى كل هذا بعيني، وكانت مثل الحياة في الجحيم. الناس الذين ماتوا لم يكونوا سكان في العاصمة بيونغ يانغ، بل كانوا المواطنين الموجودين في الجزء الشمالي في الريف، مثل أهلي وأهل الحي الذي كنت أسكن فيه، وهؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا يموتون من الجوع، وكانت هذه المجاعة مثل مجاعة من صنع الإنسان، حيث أن عائلة كيم اختارت بأن لا تقوم بإطعامنا، وهذا هو السبب وراء موت الكثير منا. سوف نرى الكثير من الدراما والقصص حول هذه الأزمة، حيث أنك لا ترى أشخاصاً يموتون من تناول الطعام، ولكنك ترى كل يوم أطفالاً يتسولون من أجل الطعام، ثم ترى جثثهم في منتصف اليوم ملقاة في الشوارع. فقد كان هذا الواقع. نعم، لقد نجوت من هذا كله، وقد كنت محظوظة للغاية. I survived this, so yeah, I'm very lucky. So my father was a party member, and then he was like doing terrible, but كان والدي عضواً في الحزب ولم يكن يقوم بأي أمور فظيعة، ولكن عندما أصبح عمري حوالي 8 أو 9 سنوات تم اعتقاله وتم إرساله إلى معسكر السجن، وبعد ذلك تم إرسال والدتي إلى معسكرات العمل القسري، ولذلك فأنا أعيش من دون والدي منذ طفولتي، ولكنني كنت أعيش مع أختي والتي كانت تبلغ من العمر 11 عاماً. عشنا مع بعضنا وكنا نذهب إلى النهر ونغسل ملابسنا ونستحم في النهر. بالطبع لم يكن لدينا أحواض للاستحمام، حيث أنه لم يكن لدينا حاجة للاستحمام في فصل الشتاء، وكنا نذهب إلى الجبال ونبحث عن النباتات والجراد، حيث أنها مصدر جيد للبروتين بالنسبة للناجين. فقد كنا نحاول العثور على أي شيء لكي ننجو في حياتنا في الطبيعة. كنت آكل الكثير من الزهور، أعني النباتات، والكثير من الحشرات واليعسوب، وكانت هذه الطريقة التي نجونا بها. We would just literally find anything to survive in the nature. So, I was eating a lot of flowers, like big plants and a lot of bugs and, dragonflies. That's how we survived. No, my sister escaped first before me, and then my sister and my mother and I followed her. أختي هربت قبل أن أقوم أنا بالهرب، وبعد ذلك لحقناها أنا وأمي. ولكن عندما وصلنا إلى الصين قاموا باغتصاب أمي أمامي، وقاموا ببيعها مقابل $65. تخيلوا حدوث ذلك في القرن 21. ثم قاموا ببيعي بأكثر من $200 لأنني كنت عذراء ولم يتجاوز عمري 13 عاماً. فقد قاموا بفصلي عن أمي، وعشت بعد ذلك بعيدة عن أمي. وأيضاً أختي قاموا ببيعها بنفس الطريقة، وعندها تفرقنا كلنا عن بعضنا. لا يزال هناك حوالي 300,000 من الهاربين من كوريا الشمالية إلى الصين، ويتم بيعهم والمتاجرة بهم مثل الكلاب. وهذه القصة لم تصبح في الماضي، حيث أنها لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا
بالنسبة للكثير من فتيات كوريا الشمالية. in human traffic, then the story isn't like I just made it. This continues to so many North Korean girls. I think the shocking is going to be understand the lies of the Kim dictators. أعتقد أن الأمر الصادم سوف يكون اكتشاف الأكاذيب لديكتاتورية عائلة كيم، لأن هؤلاء الديكتاتوريين دائما يقولون للمواطنين الكوريين الشماليين بأننا نعيش حياة أفضل من كوريا الجنوبية. ولأن ديكتاتورية عائلة كيم هي الجهة الحاكمة، فهي تقنع الناس بأن كوريا الجنوبية تعاني وأن كوريا الشمالية هي في أفضل حال. ولكن عندما نذهب إلى كوريا الجنوبية نكتشف أن كل هذه الإشاعات غير صحيحة، وأن كوريا الشمالية هي من تعاني، وأن كوريا الجنوبية هي في حال أفضل بكثير. ولذلك فإن الجميع بدأ يكتشف أن كل هذه الإشاعات هي مجرد أكاذيب، وأن النظام في كوريا الشمالية كان يقوم بغسل الأدمغة. So I think people really understand like what a lie that was. They really had to be brainwashed to absolute terror. Like they use execution. They use concentration camp. هم يستعملون الرعب للتحكم في الناس عن طريق عقوبات الإعدام ومعسكرات الاعتقال. حالياً في كوريا الشمالية إذا تحدث أحد الناس بأي شيء سلبي عن الزعيم فلن يتم تطبيق عقوبة الإعدام عليه فقط، بل سوف يلحق الضرر ب3 أجيال من عائلته، وسوف يتم إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال. حتى أنا بعد أن هربت من كوريا الشمالية لأنني تحدثت بشكل سلبي عن النظام الكوري الشمالي، فإن عائلتي التي بقيت في كوريا الشمالية قد اختفت عن الوجود. ولذلك حتى بعد هروبي لا زلت غير حرة، ولا يزالون يحاولون التحكم بي. هم أشخاص ليس لديهم أي ذرة من التسامح، ويستخدمون الرعب من أجل إبقاء البلاد مستمرة في وضعها الحالي. Just real zero tolerance and terror. That's how they are keep it going.